هذا الراجل اللي راه قدامك في الصورة يقول بلي نجم يسجل صوت الجن. روح يعني، هو روح واسكت وخلصنا. متاكد واحنا قدام العربيه ما جينا بصينا على الجثه ببص له شفت وشه، يعني شفت وشه يعني حفظت وشه كويس. شفت وشه. طب معلش بس عشان خاطر احنا ما نتوهش الناس. يعني انت كنت راكب ميكروباص مسكون؟ ممكن. الرساله موجوده لغايه دلوقتي. في الاسوار تاع اليوم غادي تسمع واحد الصوالح اللي جامي سمعتهم في حياتك، واحد الصوالح بيزار واللي من بيناتهم صوت الجن اللي راه يقول بلي نجم يسجله. وعلى بالي بلي راكم تسلوا لي دائما في لي ميساج وتقولوا لي بلي ديروا لنا قصص تاع خوف ورعب وتعطى الضوء، وتاني هذا يقول لكم تلقاوني برا. تاني ما نسيتكمش، راني غادي نكثر لكم هذه المده من القصص تاع الخوف. على هذه ما تنساش تتهلا في ولد بلادك ودعمني باش يطلع الكونت تاعي تاني. ومادامنا غادي نهضروا على جنون وصوالح اللي يخوفوا، ما تنساش تقول اعوذ بالله من كلمات الله التامات من شر ما خلق، وتكسر في بلاستيك وطفي الضوء. تبدا القصه مع واحد الفنان مصري سموه محمد رجب، بلا تكونوا سامعين من قبل به. يقول محمد في البدايه تاعه كان داي واحد الدور في واحد الفيلم صغير غير تماك باسكو كان عاد في البدايه تاعه، وكي كمل من التصوير كان طاح الليل والدنيا ظلامت وما كانش عنده لوطو ولا خاطرش كان عاد في البدايه. حبس واحد الطاكسي باش يروح للاوتيل اللي راه قاعد فيه وبيت، وغدو من داك يعاود تاني تورني هذاك الفيلم. وهذاك الطاكسي كان تاع 6 بلايص وكانوا راكبين فيه شوفير وزوج رجاله، واحد منهم كان راكب حدا الشوفير واللي كان في عمره 50 عام هكا ولا. كراسة وسطانيين خاويين والتوالا كان مريح فيهم واحد الشيباني كبير في العمر سمى محمد رجب، قعد في هذيك الكراسة اللي كانوا خاويين وريح نيشان مور الكرسي تاع الشوفير. واسمع معايا هذه التفاصيل غاية. يقول محمد كي جا هذاك الشيباني يجبد الدراهم من جيبه، الدراهم طاحوا له وهو بدا يعاون فيه ولا مع هذوك الدراهم اللي طاحوا له في الارض. من بعد هذاك الراجل عطى محمد رجب الدراهم وهو زاد عليهم الدراهم تاعه ومدهم للشوفير الكورسه تاعه. جيت الفضه بتوعها يعني ساعدته جبتها رجعتها له، خدت الاجره بدري سواء بقول له 2، فوصلي خد مني الاجره قال لي صلي على النبي وخد مني واحد بس عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا نبي. فعرفت ان هو مش عايز ياخد فلوس من الراجل ده، يمكن راجل كبير يركب معاه على الخط على طول، يمكن بيستثنى ان هو راجل مثلا ما عندوش شغل، راجل عجوز، فمرجع له. من موراها الراجل اللي كان مور محمد قال له قول للشوفير يحبس عن الطريق نشري واحد الكاس تاع لاتاي، لا خاطرش عندهم في الطريق واحد الناس دايرين واحد البلاصه كيما المحل يبيعوا فيه القهوه والاتاي وهادو صوالح. ومحمد قال للشوفير ولكن الشوفير ما كانش يرد عليه، وهذاك المحل اللي يبيعوا فيه هذيك القهوه والاتاي راه غير يقرب والسياره راهي تجري بواحد السرعه كبيره، واللي معناتها باللي الشوفير ما غاديش يلحق عليه كي يجي يفريني. وعاود هذاك الشيباني قال محمد رجب حنبوك قول هذا الشوفير يحبس راني باغي نشري كاس لاتاي. ومحمد قال له الشوفير احبس خويا السيد راه باغي ينزل ويشري كاس لاتاي. ولكن الشوفير شاف في رجب وقال لها سكتنا خويا هبلتني ماشي غير انت راك في الطاكسي. محمد رد عليه وقال لها على راك تهضر معايا كيما خويا، حتى فجاه هذاك الشوفير فرينا ديريكت ومحمد بالكرسي الزاوج خبط في الكرسي الاول اللي حدا الشوفير. وهنا محمد قال في روحه بلي هادو زوج رجاله درو غادي يدابزوا مع الشوفير، ولكن الحاجه الخريبه انه ما كاش كاع ينطق ولا هضر معاه. والراجل اللي كان مريح حدا الشوفير كان كيما الصنم ما يتحركش كاع، واصلا ملي قلع بينا ما كانش كاع يتحرك. والشيباني اللي مورايا حل الباب بشويه وراح باش يشري لاتاي نورمال، حتى الشوفير نوض الطاكسي تاعه وجا رايح. هيا انا قلت له قارع خويا وراك رايح؟ قارع للشيباني راح يشري لاتاي تاعه دروك يجي قارع له. ولكن رد عليا وقال لي ما تعمش راسك السيد راح. وهنا قلت له شراك تشكل عليا؟ السيد راه في بلاصه تاع خلا ما فيها والو، دار وحده ما فيهاش، انا غادي ننزل هنا نقلقه باش يجي، لو كان يجي وما يلقاناش شكون اللي غادي يرفده من غيرنا؟ راجل طبعا هنزل اشوف. نزلت ابص لا لقيت خوص ولا لقيت راجل ولا لقيت اي حد، لقيت راجل قاعد. استنى لا ثانيه واحده. نزل محمد رجب يشوف الراجل اللي عايز يشرب شاي في الخص
لا لقى الخص ولا لقى الراجل. وعايز ارجع للميكروباص بسرعه جدا، وفي نفس الوقت حاسس ان في حاجه بتشدني لورا زي يعني وانت جوه الميكروباص شفت خص، نزلت جريت عليه ما لقيتوش. يعني انا وانت نازل بتنزل بظهرك، عقبال ما اتعدلت ما لقيتش حاجه. جيت ارجع للميكروباص حاسس ان في حاجه بتشدني من ظهري، يعني لغايه ما دخلت فبقول له الراجل انا ما لقيتش حد. قال لي لا خلاص. من موراها عاود يركز في الطاكسي وانا ميت بالخوف. هادو اللي ركبت معاهم انس ولا جن، وراني خايف كاش ما يديروا لي. وفي وسط التخمام اللي راني فيه فجأة حتى خرج هذاك الشيباني قدامنا ديريكت قدام الطاكسي، والطاكسي راه يجري واحد السرعة كبيرة بزاف، والشوفير ما سيجي بعد عليه وإنما دخل فيه ديريكت ودهسه. السواق خبط الراجل بالعربية. وبعدين لسه بقول له حاسب يا اسطى، خبطوا على وشي الكبوت. نزلت اجري افتح العربيه وبص ما لقيناش ولا اي حاجه. وانا خرجت نجري نشوف شاكين بصح. المصيبه اني كي قاعد نحوس تحت الطاكسي ما لقيت والو، للاثار تاع الدم ولا الاثار تاع الشيباني، لا والو. قال لي الشوفير وجات حاجه نورمال كي شغل حاجه مصرات، وقال لي اي اخويا اركب لا ركبه تروح ولا راك باغي نخلوك ما كاش كاع مشكل، اقعد هنا وحدك في الخلا. وانا ما كان عندي حتى حل، الطريق راهي خاويه وما فيها حتى واحد، وقليل باش تفوت لوطو. سما ما كان عليا غير نركب ونخلي اللي يسرى. والحمد لله ما صرا والو من مورا هذه الحاجه حتى اللي وصلت للاوتيل اللي راني فيه. وغدوه من داك بكرت الصباح باش نكمل التصوير تاعي، حتى لقيت في القهوه هذاك الراجل اللي كان مريح حدا الشوفير، واللي قلت لكم باللي كان ساكت، راجل صنم تمثال اللي ما كانش قاعد يتحرك. ويقول محمد رجب باللي راح عند هذاك السيد باش يفكره اول حاجه اللي صرات، وقاعد يحكي له وكي كنت مع الطاكسي ومع هذاك السيد ومنه وقاعد يفكر فيه. ولكن هذاك الراجل قال له شراك تهضر خويا، انا ما راني عاقل على والو، وانا اصلا كنت البارح في الدار راقد كي شغل ما كان كاين والو. هنا محمد رجب قريب ما يتشوكها. دخلت عليه قلت له ازيك يا حاج بتاع الموضوع اللي حصل امبارح، الراجل اللي نزل الشاي، موضوع اللي خبطناه اللي ما لقيناهوش بتاع. قال لي الراجل يا ابني قلت له حضرتك كنت معايا امبارح في الميكروباص واحنا جايين عن طريق القنطره مش عارف ايه الميكروباص داخل عليا ابني. قال لي الحاج كبير ما بيركبش ميكروباصات، عربيه الحاج بره، وشايف وشه طول الوقت وبيكلم. وانت بتكلمه ابنه جه قال لك الحاج ما بيسافرش. قال الحاج ما بيسافرش، الحاج ما بيسيبش المحل مبدئيا، ولو عايز يركب هيركب عربيته. محمد رجب يقول بلي رجع للقاهره وهذه القصه كان فات عليها ديجا اكثر من شهر، وهو مريح تفكر واحد الكابا واللي كان فيها واحد الكاسيطه تسجل الهضره ودائما تكون معاه في الرحلات كي يروح، وكي قاعد يسمع في هذيك الاصوات اللي كان مسجلها في هذيك الرحله حتى طاح في الصوت اللي كان مسجله كي كان في الطاكسي. الرساله موجوده لغايه دلوقتي. زي يكون معمول بلاي. صوت ممطوط مش تفهم حاجه. شكرا، مش قادر احدد الصوت. ما تقدرش تفهم، الصوت ممطوط. بيشكرك على شكرا انقذني على ايه؟ اشكرك على ايه؟ صوت مين ده؟ مش عارف. ده صوت الراجل اللي كان قاعد ورا ولا الراجل اللي قاعد قدام ولا سواق؟ يشبه صوت مين فيهم؟ ما اقدرش احدد. والغريب ان الصوت اللي في هذه الكاسيطه واللي مسجلته يقول سلكني راني نتعذب، سلكني راني نتعذب. والحاجه الاغرب كيفاش محمد رجب ما سمعش هذه الاصوات وهو في الطاكسي، وديجا هذاك المسجل كان حابس شكون اللي شعله. حاجه غريبه وما عندها حتى تفسير. والبرنامج هذا سموه عفاريت حسن الامام اللي باغي يتفرج الحلقه كومبلي، وعنده بزاف حلقات واحد اخرين، ومعروف باللي فيه قصص تاع رعب بصح هذه وحدها واللي كانت تخوف بزاف وكان معاه دليل. وهنا راهي كملت القصه تاعنا. اذا راكم باغيين نزيدكم قصص اخرين من هذا البرنامج راهم كاينين مئات القصص فيه، اذا راكم باغيين لخصوها بالطريقه تاعنا
ما تنساش تكتب لي في لي كومنتير ودعمونا وراكم تعجبوني كي ترسلوا لي ميساج وتفكروني اللي راهم راسلين القصص تاعهم. راني باغي نخبركم بلي ما نسيتكمش وغادي نحطهم شاولا غير صبروا عليا شويه، راني ايطاب بار ايطاب. وهذا مكان تحلوا في راحتكم. سلام.